حبايبي الصف الرابع، النهارده هحل معاكم الاختبار التراكمي على ما سبق. الاختبار التراكمي هنا بيتكلم على اول درسين. قلنا الدرس الاول بيتكلم على الخريطه والعناصر بتاعتها، والدرس الثاني بيتكلم على قناه السويس وبيتكلم على الحقيقه والراي والمصادر الاوليه والمصادر الثانويه. نحل مع بعض الامتحان. طيب، اول سؤال عندي بيتكلم على الايه، على الخريطه. اول سؤال على الخريطه واحد، بيقول هنا ايه؟ صوب ما يشير اليه رقم واحد. رقم واحد عندي بيشير الى قناه سيزوستريس. تعالى كده نشوف رقم واحد هنا. ادي رقم واحد، هي قناة سيزوستريس. هي بتوصل البحر الأحمر بالبحر المتوسط عن طريق ايه؟ عن طريق نهر النيل. لكن طبعا هنا القناة اللي عندي هي قناة السويس، لأنها بتوصل البحر الأحمر بالبحر المتوسط مباشرة. وده الفرق ما بين ايه، قناة سيزوستريس وايه، وقناة السويس، عشان كلكم بتتلخبطوا فيها. يبقى هنا المفروض الإجابة هتكون قناة السويس. طيب، رقم اتنين، يشير رقم اتنين إلى أحد عناصر الخريطة. فين رقم اتنين؟ نشوفه كده أهو، ده إيه؟ مفتاح الخريطة. طيب، رقم تلاتة البحر. البحر الإيه؟ البحر الأحمر. طيب، السؤال اللي بعده تعالوا نشوفه مع بعض. السؤال اللي بعده بيقول لي أكمل العبارات التالية بما يناسبها من بنك الكلمات. فين بنك الكلمات عشان إحنا مش شايفينه؟ ده بنك الكلمات. جايب لي هنا كلمة مقياس الرسم، الموسوعات مصرية فرنسية. طيب، رقم واحد عندي المفروض اللي هي هتكون ايه؟ انا وقفت علشان خاطر كان الاذان، فمعرفش اكمل معاكم. خلينا نكمل مع بعض. السؤال التاني بيقول هنا ايه؟ اكمل العبارات التالية بما يناسبها من بنك الكلمات. فين بنك الكلمات؟ انا شاورت لكم عليه اهو. مديني هنا 4 كلمات: كلمة مقياس الرسم، الموسوعات، مصرية، فرنسية. اول سؤال عندي بيقول تعد احد المصادر السنوية، اكيد اللي هي الموسوعات. إذا أردت حساب المسافة ما بين محافظتي القاهرة والسويس على الخريطة فإنك تحتاج إلى إيه؟ المفروض اللي أنا بحسب بيه المسافة على الخريطة وما يقابلها في الطبيعة، اللي هو إيه؟ مقياس الرسم. دي رقم اتنين. رقم تلاتة، تم حفر قناة السويس بسواعد. اتبقى عندي هنا كلمتين: فرنسية ولا مصرية؟ سواعد، يبقى على طول مصرية. لكن لو كان قال لي تحت إشراف كنا هنقول إيه؟ فرنسية. طيب، بقى عندي هنا السؤال الثالث بيقول اكتب كلمة صواب أمام العبارة الصحيحة وكلمة خطأ أمام العبارة الغير صحيحة. تعد لوحة مينا أحد المصادر الأولية، صح ولا غلط؟ ها، لوحة مينا طبعا صح. تساعد الصور الجوية على رسم خرائط أكثر دقة وتفصيلا من الصور الفضائية. اللي بتساعدني على رسم فعلا الخرائط هي فعلا الصور الجوية، يبقى الإجابة صحيحة. حفرت قناة سيزوستريس في عهد الملك أمنحتب الثالث، طبعا خطأ، سنوسرت الثالث. ازدادت أهمية موقع مصر بعد حفر قناة السويس الجديدة، طبعا صح. طيب، السؤال اللي بعده هنا بيقول ايه؟ بيقول اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. الجهة التي تقع بين الشمال والشرق، ادي هنا فوق. انا خلينا كده نفتكر مع بعض كده. انا عندي هنا كده اهو، دي كده شمال، هنا جنوب، كده شرق، هنا غرب. طب بيسألني الجهة اللي واقعة ما بين الشرق والغرب، اللي هي هنا هتبقى شمال شرقي. فبيقول لي هنا المفروض ان هي هتكون انهي واحدة. نختار كده مع بعض، انا لسه شرحاها دلوقتي اهو. هتكون فين؟ ايوه بالظبط، هتكون هنا. كل ما تم رقم اتنين، احنا في رقم اتنين. كل ما تم تدوينه بعد مرور زمن طويل، بعد زمن طويل مش معاصر، منذ وقوع الحدث، ينطبق هذا التعريف على، طبعا كله هيتسرع ويقوم قايل لي ها، مصادر السنوية. طب تعالى شوف الاختيارات. أول حاجة عندك في الاختيارات كاتب لك بحث عن الملك خفرع، ولا لوحة نعرمر، ولا صورة لافتتاح قناة السويس، ولا بردية إبرس. ناخدهم واحدة واحدة. أول حاجة هنا عندي بيقول هنا احنا طبعا عاوزينه يكون ايه؟ مصدر ثانوي. طيب، انا عندي البردية مصدر اولي؟ لا طبعا. الصورة مصدر اولي. اللوحة نعمر مصدر اولي. مين المصدر الثانوي؟ بحث عن الملك خفرع. ليه؟ لانه اتكتب بعد مرور زمن طويل من ايه؟ من وقوع الحدث. طيب، عندي رقم 3 بيقول هنا يمكن تحديد الاتجاهات على الخريطة بواسطة ايه؟ مقياس الرسم، ولا مفتاح الخريطة، ولا وردة البوصلة، ولا العنوان؟ مين اللي انا بحدد بيها الاتجاهات؟ طبعا وردة
البوصلة. طبعا وردة الايه؟ البوصلة. طيب السؤال اللي بعده بسرعة نشوفه كده. بيقول، وده آخر سؤال، بيقول اكتب تفسيرا واحدا لأهمية الخريطة لرجال الجيش. يعني حدد لي هو عايزها لمين بالظبط، ما قالهاش في حياتنا. لو كان قال لي في حياتنا يبقى انا هكتبها له كاملة الخمسة اللي هي مهمة لمين والمين، لكن هو حدد لي هنا ان هو عايزها لرجال الجيش. يبقى أهمية لرجال الجيش في ايه؟ في تحديد المواقع الحربية. طيب ما المقصود بالحقيقة؟ ايه هي الحقيقة؟ ها، هي ايه؟ ها، مين اللي عارف بسرعة؟ الحقيقة هي المعلومات التي تم التأكد من صحتها عن طريق البحث والتجربة. عن طريق البحث والتجربة. تاني، هي المعلومات التي تم التأكد من صحتها. طب انا اتأكدت من صحتها عن طريق ايه؟ البحث والتجربة. احنا كده حلينا مع بعض الأسئلة كلها بتاعت الامتحان. امتحان سهل جدا على فكرة. الامتحان ده نفس الامتحان اللي بيجي لنا في امتحانات نص السنة وبيجي في امتحانات آخر السنة. امتحانات سهل جدا وشامل الايه؟ الدرس الأول والدرس التاني. أي سؤال مش عارفين تحلوه اكتبوا لي وأنا إن شاء الله بإذن الله أحله معاكم.